السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو النهارده عامله لكم على يومين اتنين. كملت لكم الفيديو اللي فات وطلعت حطيت لمبه للكتاكيت الصغيره، وكمان حطيت لهم مضاد حيوي طبيعي وبيحبوه وبيتخانقوا كمان على اكله، الا وهو البصل. قطعت بصل ناعم للكتاكيت الصغيره، وبعدين حطيت برضو للطيور الكبيره. قلت يلا نبرهم بقى. بس انا كملت الفيديو تاني يوم وكنت مستعجله عشان رايحه مشوار. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الفيديو بتاعنا بدأ منين وانتهى لفين. بس ما تنسوناش من دعائكم لعل ربنا سبحانه وتعالى يجعل لينا وليكم منه نصيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا بقى الحظ الاخضر عارف طريق صحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. في ايه هنا؟ في قشرة بيض. في قشرة بيض. هنخش نبص على البيض ده. عشان بقى اللي حصل ما يحصلش تاني، انا خلاص هكشفهم كده. تمام، هما كده كده اصلا. الفيديو ده انا هبدأه لكم كده تكملة من بعد الفيديو ده. الحظ عارف طريق صحابه. كنت فاصله معاكم الفيديو ان كده كده اصلا البط كان عامل ايه. كان قولوا معايا، البط كان مخلي اللمبه دي حرق، فانا هشيل الغطا خالص واسيبهم كده. الاضاءه مش حلوه اصلا، النهار الدنيا غيمت. بصوا بقى، هما اللمبه نزلوا تحتها، نفصلها بس ثواني. البط كان عامل، فهو كان خلى البتاع ده فصل. فهم اصلا كانوا قاعدين كانوا قاعدين قولوا معايا عشان احط لهم شويه كده. كانوا قاعدين في من غير نور. ماشي، هجيب لهم كمان بصلايه واقطعها لهم دلوقتي، عشان بقى حاسه ان هم بيعطسوا كده، عندهم برد. كمان الطبق ده عايز يتعلى شويه. هجيب لهم طوب واعليه لهم. كل حاجه هنعملها ان شاء الله، كل حاجه بالصبر. الميه دي هاخدها اغيرها دلوقتي اهو. كل حاجه هنعملها بامر الله. بصوا، هشيل الطبق ده خالص واحط لهم واحط لهم قلبين طوب. ليه بقى؟ ليه؟ احط لهم قلبين طوب بس عشان تعلى بقى كده، وفرخ الكتكوت يهم وياكل، وكل الكتكوت ما يهم وياكل صدره يعلى. صدره يعلى وتلاقي الكتكوت معايا جايب معانا صدر اهو. عايزه اطمن عليهم كده ان هم هيعرفوا يشربوا، هيعرفوا ياكلوا. ونعمل كده كمان للميه. بصوا، حتى انا مش عايزاها في الجنب عشان يعرفوا يطولوا. نعملها كده عشان يعرف الكتكوت يجي من هنا وياكل. اهو. والتانية برضو هنحطها لهم قلبين طوب. هنحط قلبين طوب كمان للميه. هغيرها بس وارجع لكم تاني. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك اهو. حطيت لهم ميه وعلف وهم ابتدوا يتحركوا، وكمان علتهم لهم هم عشان خاطر يعرفوا ياكلوا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اعدهم. ادي كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بصوا بقى، انا حطيت لهم اللمبه. انا دلوقتي شلت الغطا خالص اهو، ركنته ومش هحطه لهم دلوقتي ولا هحطه لهم اصلا عشان البطه ما يطلعش فوق هنا. ماشي، وهسيبهم كده مكشوفين
عشان كمان لما احطهم على الارض مبقاش محتاجه ان انا اغطي عليهم من فوق. تمام. بس دي كل اللي انا بعمله دلوقتي. هما ما شاء الله حيوتهم كويسه اهو، وبرد ببرد بقى. هقطع لهم بقى بصلايه دلوقتي وارجع اوريكم. اللمبه الحمراء بتخلي الاضاءه مش حلوه اهو. دول طبعا انا حاطه لهم الاكل الصبح، ده الاكل اللي باقي عندهم. ربنا يحسب ما بين ايدينا وايديكم ويصلح لنا وحالكم يا رب. تعالوا بقى نبص على البطه، عشان انا عايزه اعرف القشره دي جت منين اهو. معرفش بقى ده فار ولا البط نفسه مكسر. انا عايزه اشوف البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. هبص اطمن عليه كده. امي انا عارفه ان انت كنتي لسه بره، بس انا مضطره ان انا اقومك. بسم الله الرحمن الرحيم. امي يلا وراها انت التانية. شفتكم بتاع الجلابيه. بصوا بركه ازاي، عشان هي بركه عايزه ترقد. ودي نفس القصه. بسم الله الرحمن الرحيم. عم نعد البيض بقى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. البيض عامة دافي. هنعده كده 5 ودول 4. طب انا هعده عشان انا بتلخبط، فهعده وارجع له. هما دول 35 بيضة وانا شلت 2، يبقى في بيض ناقص كده. احنا عايزين نعرف البيض الناقص ده بيروح فين. بصوا بقى، يعني انا مش عارفه والله العظيم بجد انا ما عارفه. وهو هنا مفيش حاجه اهو، والبيض ما شاء الله في بذره، في بذره كله. فمش عارفه، ربنا يسترها ويعديها على خير. هشوف بقى، هسيبهم ونشوف، هنتابعهم. بس كده في حاجات بتدوخ والله، بتدوخ وبتجنن وبتحير وكل حاجه. ودي بيضه ايه البيضه التانية. الله اكبر. لا ده انا هسيبك ترقصي بقى، مش هبص عليكي تاني. هنسيبها كام يوم كده برضو ونبص على البيض بتاعها نشوف فيه بذره ولا ايه، عشان نطمن من ناحيتها. ودول هسيبهم يخشوا. الله اكبر. يعني يلا اي حاجه بتكبر كده، حاجه بتكبر الخاطر. الله اكبر. انا نفسي اعرف الديك اللي هناك ده صغنن قوي كده ليه. يلا ربنا يكرمه كده وينفخ في صورته. بصوا دول ديكين ودي فرخه صغننه قوي. الديك ده هو اللي هانم سنة على الفرخه، لكن بصوا الفرخه بالنسبه للديك الكبير يعني في فرق كبير. دول هم الحلوين. واحده دخلت والتانية اهي هتخش وراها ان شاء الله. انا واخده بطون الصبح. تعالوا نشوف في بيض كده تاني ولا ايه. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. في بيضه كمان اهي. اللهم بارك. ربنا يبارك لينا وليكم ويرزقنا واياكم كده الرزق الحلال الطيب المبارك. بصوا بقى، الشتاء عايز لو يعني ايه، عايز اول باول الحاجه اللي على وش الذبح تذبحوها، الحاجه اللي هتتخف تخفوها. ناخد بالنا من الحاجه اللي موجوده ونوليها. يعني انا دلوقتي هجيب اقطع لهم بصل، اشيل البيضه دي بس من ايدي واجيب اقطع لهم بصل. هقطع بصل هنا واقطع بصل للي بره واقطع بصل للكتاكيت الصغيره، بس هنعم شويه للكتاكيت الاول وبعدين ارجع بقى واوريكم. لان ده الشتاء، هو الشتاء عايز كده، عايز مواليه، وعايز الحاجه اللي على وش الذبح نذبحها. والحاجه اللي شتاء ولا صيف والله العظيم بجد، شتاء ولا صيف، الحاجه اللي على وش الذبح نذبحها، الحاجه توفر اكلها ونجيب غيرها، وفي نفس الوقت ما تاكلش معانا على الفاضي. يعني البطايه مثلا هي ده اخرها، ده الحجم ده، هتجيب اكتر من كده منين؟ فخلاص انت كده بتاكل وبتشرب، بتاكل عشان تعيش. زينا كده سن الشباب وسن الشيخوخه. احنا سن الشباب بيبقى اكتر سن الانسان فيه حيويه، والانسان فيه صحه، والانسان نعرف ان احنا نقول ان هو عنده صحه وعنده جهد، وفي نفس الوقت ايه في يعني بعد كده ما بنكبرش بقى، بنكبر سن لكن ما بنكبرش في الشكل. فاهميني؟ فهو احنا بنذبح الحاجه في عزها زي ما احنا بنقول كده. خلاص انا قطعت هنا اهو حوالي بصلايه برضو ناعمه للكتاكيت ورحت برضو حطيت للطيور الكبيره. حطيت هنا البط اهو،
وخدت الباقي ودخلت بيه جوه عند الفراخ اللي جوه. البصل ده حاوي حلو قوي يا جماعه، ومفيد ومغذي. كمان الطيور على فكره بتحبه قوي، بالذات اللي تعرفوا يعني. انتوا انا دخلت جوه عند الكتاكيت البلدي، انا بحطهم على طول في الاكل وبحطه باستمرار، فعارفينه. عند الفراخ البلدي جوه بيخطفوه، بصوا جريوا عليه كله، مع انه قدامهم الاكل والميه والبرسيم، قدامهم كل حاجه. ما تستكلفوش، وحطوا من وقت للتاني لطيوركم، بيفرق جدا على فكره في مناعتهم حيويتهم، وكمان مضاد حيوي طبيعي. يا سلام بقى لو قلتهم كمان طبعا الخلطه بتاعت الشتاء اللي احنا عارفينها واللي بنقول عليها دايما، بس للاسف قله فضل. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح لنا وحالكم، ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك يا رب العالمين. بصوا هيتموا كلهم عليك دلوقتي، ده بالعكس ده كده عشان انا واقفه. والرومي كمان بيحبوا قوي على فكره، فهم كانين، وبالذات الروم. فرحت قوي النهارده بالبيضتين، ياه اخيرا. كام يوم كده ان شاء الله ونفرز البيض عشان خاطر نشوف برضو ايه، يعني نطمن كده ان في كسر ان شاء الله بامر الله. لو الاتنين فيهم كسر خلاص ان شاء الله احنا مكملين، حتى لو لقينا واحده وواحده برضو مكملين. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح لنا وحالكم، ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. البصل مفيد 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 من هنا لغايه بكره، بعد بكره كمان لو حابه نكمل معاكم بقى الفيديو تاني يوم. انا دلوقتي الكتاكيت عامله لي قلق شويه، فبحاول اطلع كم مره في اليوم. بقى امبارح حطينا امبارح بصل لكل حتى في بواقي اهو. احنا كده كده برضو مش هنزود اكل اهو. بس كده دول بطوطات. طبعا النهارده مستعجله عشان رايحه مشوار. كويس ان انا مصوره لكم جزء امبارح، نحطهم على بعض ويبقوا فيديو ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا الحمامه من غير ما نطمن عليها هي خلاص بيضت البيضتين، فهنسيبها ترقد بقى كام يوم وبعدين نرجع نطمن عليها. وبرضو البطتين احنا عارفين ان هم راقدين. بس الرومي بيخاف، الرومي ده جبان 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 جبان. لما طلعت امبارح خدت بيضة، وهنا في ما شاء الله 3 هم، ناخدهم برضو. سخنين التلاتة سخنين. طيب انا بقى الفيديو اصلا طول، فانا هقفل بقى معاكم الفيديو ولغايه كده اقول لكم اشوفكم فيديو جديد، ومع السلامه.